أهلا وسهلا بكم اليوم في حلقة مميزة وحلقة وداعية للاعب عظيم جدا شغل مركز الارتكاز في نادي برشلونة، ولسنوات عديدة جدا أمضى هذا اللاعب سنوات من التميز والتألق، فاز بكل شيء ممكن أن يفوز به لاعب كرة قدم على المستطيل الأخضر. سيرجيو بوسكيتس الرقم 5 في فريق برشلونة ومنتخب أسبانيا. ولد بوسكيتس في عام 1988 وتنقل في العديد من الأندية الأسبانية من الدرجة الثالثة والرابعة وغيرها، إلا أنه في فترة من الفترات، ولأن والده كان يعشق برشلونة وكان حارس مرمى في نادي برشلونة، استطاع بوسكيتس أن يثبت أقدامه في النادي الكتالوني وبشكل أساسي. لعب بوسكيتس وأثبت مهارته وجدارته وقدرته، تحدث عنها الكثير من المدربين واللاعبين وقالوا بأن بوسكيتس من أذكى اللاعبين في مركز الارتكاز والمحور. بوسكيتس ليس كأي لاعب، يتميز بالهدوء، بالرزانة، بالجمال، بالمراوغة. هنالك العديد من اللاعبين الذين واجهوا بوسكيتس يشكون صعوبة هذا اللاعب الذي يتحرك بذكاء خارق للعادة. بوسكيتس أحيانا كان يمر بمراحل فتور وغياب عن فريق برشلونة وعن المنتخب الأسباني، لم يستطع برشلونة إلى الآن إيجاد البديل له، ولا كذلك في المنتخب الأسباني لم يستطيعوا أن يجدوا بديل لبوسكيتس. بوسكيتس أسطورة خالدة، كان أول هدف لبوسكيتس في فريق بازل في دوري أبطال أوروبا في العام 2008-2009، وسجل أول هدف له في العام 2013 مع برشلونة في مرمى أتلتيكو بلباو. حصل مع الجيل الذهبي لميسي وإنيستا وتشافي والعديد من النجوم على كل ما يمكن أن يحصل عليه لاعب كرة قدم، سيما السداسية التاريخية مع بيب غوارديولا. اليوم وفي هذا التاريخ ودع سيرجيو بوسكيتس الجماهير بطريقة وداعية تليق بهذا اللاعب الأسطورة. سيكون آخر لقب له في برشلونة بإذن الله أن ينتزع لقب الدوري الأسباني لهذا العام 2022-2023. بوسكيتس سنوات كبيرة جدا من العطاء، يقول عنه ليونيل ميسي أنه اللاعب رقم 5، ولكنه كان على أرضية الملعب اللاعب رقم 10. فيما تحدث أسطورة ريال مدريد لوكا مودريتش اليوم على حسابه على تويتر قائلا أن بوسكيتس من أصعب اللاعبين الذين لعبوا في مركز الوسط، وأنه سعيد جدا بأن قابله وواجهه. سيرجيو بوسكيتس سيرحل، وبذلك سيكون آخر رجل من الجيل الذهبي الذي حقق السداسية مع غوارديولا وصنع المجد لبرشلونة. بوسكيتس سيذكره العالم بأكمله بأنه تلك الأسطورة الخالدة الهادئة الذكية التي تتحرك في الملعب وكأنها فراشة تتنقل بين أزهار البساتين. شكرا بوسكيتس على ما قدمته لفريق برشلونة، على ما قدمته لكرة القدم من العطاء الكبير جدا، وشكرا لكم أعزائي ومتابعي.